بيبقى لهم مجموعه من الانديه خاصه بيهم. برضو شفنا معظم الجهات في الاسماعيليه، فيجي المواطن في بورسعيد او اسماعيليه او السويس يقول طب انا عايز ادخل نادي تابع للهيئه، طب اعمل ايه؟ طيب حصل ان النادي العام لهيئه قناه السويس اصبح نادي منفصل بذاته بمجلس اداره، وضمت كل الرياضات اللي كانت تابعه للنادي العام الى نادي القناه الرياضه، حتى تم تغيير اسم نادي القناه، كان اسمه نادي القناه لكره القدم، فاصبح ما بيقومش فقط على نشاط كره القدم، لا ده اصبح بيقوم على نشاط 22 لعبه بما فيهم كره القدم. طب هل هذه الالعاب كلها بتلعب من اجل المنافسه؟ هي العاب فائقه متفوقه استلمها نادي القناه في مراكز متقدمه على المستوى المحلي والافريقي والعربي والدولي. هل تستمر هذه الصحوه وهذه الانتصارات، ولا نادي القناه يكون رياضه للجميع وكل ابناء الاقليم يمارسوا هذه الرياضه كهدف من اهداف نادي القناه؟ اعتقد محاور كتيره جدا الاسئله. بيشرفني وبيسعدني يكون معايا النهارده المهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس اداره النادي العام لهيئه قناه السويس. منورنا يا فندم واهلا بك. اهلا بيك يا فندم. وايضا بيشرفني النهارده الاستاذ عماد الخواجه نائب رئيس مجلس اداره نادي القناه الرياضي. منورنا يا فندم واهلا بك. اهلا بك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك. يعني كان النادي العام دلوقتي كان في الاول خالص من 6 شهور تقريبا، من 5 شهور كان. خلينا نرجع قبل كده شويه. قبل كده مجموعه كبيره من الرياضات العالم كان بيضم حوالي 19 لعبه بما فيهم كره القدم. قبل نادي القناه كان ينفصل كره القدم. من سنه فصلنا كره القدم واستقلت بنادي القناه. تمام. وكانت مصلحه الحقيقه، يعني جت مصلحه. لكن بتصرف كتير. لا، جت مصلحه بعد كده لما طلع قانون الرياضه. فبقى موضوع بقى الانتخابات، وهل بالتعيين ولا بانتخابات. انتوا فضلتوا ما يكونش في انتخابات على اساس يبقى. فضلنا انه انديه الهيئه اللي هي الاجتماعيه ما تبقاش بالانتخاب. يعني انت عارف ليه الحساسيه، ونوادي بتقع على المجرى الملاحي لا وضع امني خاص، لها وضع امني ويعني خاص. فكانت رؤيه سياده الفريق انه الانديه دي تبقى بالتعيين. يعني لانه انت التعيين بتفرز الناس، بتتحرى عنهم امنيا، يعني مش اي حد زائد انه رئيس الهيئه بيختار الناس اللي يعني تشرف وتنفذ السياسه اللي هو عايزها في الانديه دي، وده امر طبيعي وحق. فحصل بعد كده ان احنا قلنا طب ما احنا عندنا نادي رياضي، النادي القناه لكره القدم، فننقل له الانشطه الرياضيه كلها اللي هي الانشطه الرياضيه التنافسيه. زي ما حضرتك قلت، في تنافسي وفي رياضه للجميع. احنا بقى هنتكفل احنا كنادي عام بالرياضه للجميع، والنادي القناه يتكفل بالناحيه التنافسيه. وهم ان شاء الله بسم الله ما شاء الله يعني مجلس اداره محترم، وناس عندهم خبره كبيره واخدين انشطه متميزه، فان شاء الله يعني مزيد من التطور والتقدم على ايديهم باذن الله، يعني ان شاء الله. وده خليني برضه اقول لحضرتك يعني لو انتوا مجلس اداره مختص بشؤون الكوره فقط، وفجاه كل الالعاب واصبحتوا مسؤولين عنها، وتم اجراء انتخابات لاول مره في تاريخ القناه. كان يوم تاريخي يمكن 2017 لم تطوي اوراقها الا بهذا الحدث التاريخي لنادي القناه، انه انتخاب اول مجلس اداره بالفعل. هذا المجلس هو اللي بيدير المنظومه الان. هتعملوا ايه؟ يعني في كره القدم كنتم مركزين جدا ان الفريق كان بيصعد الدوري الممتاز، بيحصل ظروف بينزل بيرجع تاني، كل تفكيركم قاعده ناشئين كبيره، مشاركه في بطولات الجمهوريه، مد المنتخبات، الفريق يصعد للممتاز. دلوقتي بقى تفكيركم بقى نادي القناه هي تركه كره القدم يعني عنصر من 17 عنصر. صحيح صعبه. يعني هتعملوا ايه؟ هو طبعا انا بتوجه بشكر المهندس محمد عبد العظيم اللي هو رئيس النادي العام، اللي احنا تسلمنا منه فعلا حاجه جميله. 17 نشاط كان مبدع فيهم استاذ علاء، كان بيحقق فيهم بطولات. عندنا انشطه فرديه وجماعيه، يعني انشطه فرديه وجماعيه كانت محققه مراكز على مستوى افريقي ومستوى قاري ومستوى دولي. فديت امانه كبيره احنا استلمناها، واستلمناها من الناس محمد والمجلس الاداره المحترم اللي هو تبنى الانشطه ديت. احنا ان شاء الله رب العالمين هنحاول نبني على اللي استلمناه من المهندس محمد عبد العظيم. هنحاول نهتم بالابطال، لان احنا لنا دورين في نادي القناه الرياضي، دور رياضي ودور اجتماعي. دايما الجانب الاجتماعي بنستمده من سياده الفريق. كان دايما حريص سياده الفريق ان
نادي القناة الرياضي يهتم بالدور او يقوم بدور الاجتماعي سواء للعاملين بالهيئة او من ابناء الاسماعيلية. يعني في تعليمات ان الانشطة تكون مفتوحة لجميع الناس سواء العاملين بالهيئة او من خارج العاملين بالهيئة. فهنحاول طبعا نزود اللي احنا استلمناه، هنحاول نرعى الابطال هم بالفعل موجودين في معظم الانشطة الرياضية اللي احنا استلمناها. هنكون دايما ورا الناس دي يا استاذ علاء، يعني هنحاول طبعا نكمل المسيرة اللي احنا استلمناها بالمهندس محمد عبد العظيم، وهنحاول نبقى دايما في ظهر الناس ديت وندعم الناس ديت، ونحاول نتبنى الابطال الفتره اللي جايه ان شاء الله. وانتوا كمان سلمتوهم مش العاب فقط، منشات على اعلى مستوى، منشات بتخدم الرياضه المصريه كل ما فيها. فياريت برضه حضرتك تعدد لنا هذه المنشات اللي قامت بانشائها هيئه قناه السويس. اهم حاجه استلمها نادي القناه طبعا ان هو استاد الهوكي، وده من احسن الدولي، من احسن الاستادات في الشرق الاوسط ان لم يكن هو احسنها. يعني بطوله افريقيا الاخيره لسه كنا مستضيفين اخر حدث كان يعني احنا مؤهله لكاس العالم قبل ما نسلمهم النشاط كانت بطوله افريقيا المؤهله لكاس العالم. والحقيقه الكل اشاد بالاستاد وبالتنظيم وبالامكانيات، وجالنا جوابات شكر الحقيقه من الاتحاد، من رئيس الاتحاد الافريقي ومن رئيس الاتحاد المصري، وكان في اشاده من الاتحاد الاوروبي والاتحاد الدولي انه كان في مندوبين منهم حضروا البطوله يعني. والحقيقه كانت حاجه مشرفه جدا لمصر عامه والاسماعيليه وهيئه قناه السويس خاصه يعني. بجانب الاستاد عفوا الصاله المغطاه، وبرضه هي من اروع الصالات المغطاه. كل البطولات الجمهوريه مجمعه صحيح. ودول اهم منشئين الحقيقه استلمهم نادي القناه، بالاضافه طبعا للمنشات الرياضيه اللي موجوده عندنا. لكن احنا كهيئه عندنا منشات اخرى. يعني احنا عندنا زي ما حضرتك عارف عندنا نادي تنس منفصل، عندنا نادي فروسيه منفصل، نادي تجديف، نادي شراع، عندنا في اللجنه العليا للمصايف حمام سباحه اولمبي، في نادي الاسره في اتنين حمام سباحه منهم واحد قديم وواحد بس انتوا يا فندم كأندية النادي العام هيبقى تبعكم بعض هذه المنشآت، ولا المنشآت دي خلاص اضيفت الى نادي القناه الرياضي؟ قلت لحضرتك الاستاد الهوكي والصاله المغطاه والملعب الفرعي اللي هو رقم 3 اللي هو المجمع الرياضي كل ده بقى طبعا بحيث ان المنطقه كلها بقت قريه اولمبيه تتبع لنادي القناه. نادي القناه. يعني وان شاء الله اتمنى ان شاء الله نشوف على ايديهم بقى استضافه بطولات عالميه في المنطقه دي، لان كانت مشكلتنا في الاسماعيليه هي عدم وجود فندق. دلوقتي اكبر فندق في الشرق اكبر فندق موجود. فبقى دلوقتي ودي كانت نقطه مهمه جدا انه يبقى في مكان اقامه. بقى عندنا دلوقتي مقومات لاستضافه اي بطوله سواء بقى عالميه قاريه يعني محليه، اي بطوله. استاذ عماد، انتوا عملتوا احتفاليه كانت جميله جدا على هامش الاحتفال بالمكرمين بالخروج للمعاش. كان سياده الفريق مهاب مميش كان موجود، ونادي القناه كرم سياده الفريق باهدائه الدرع خاص، وعجبه جدا وكان سعيد جدا بتكريم نادي القناه. فكرتكم ايه في تكريم سياده الفريق؟ هو يعني لازم يعني نرجع الفضل الاعلى يا استاذ علاء. معالي الفريق مهاب مميش الحقيقه راجل محب للرياضه، داعم لنادي القناه والجميع انديه الهيئه مش القناه تحديدا برضه عشان مهندس محمد يعني هو لكن هو راجل طبعا ياخد دعم الحساب شويه يعني انت عندكم يعني هي بطبيعه الحال يا استاذ علاء، يعني بطبيعه الحال الانشطه بتصرف فعلا يعني كله بالعدل بحق ربنا. فهو فعلا داعم قوي لنادي القناه. كان لازم دورنا كمجلس اداره اللي احنا يعني نرجع الفضل لاهله. كان لازم يبقى في نوع من انواع التكريم للراجل اللي هو بيدعمنا بقوه. فكان فكره الدرع ده فكره مجلس الاداره بقياده المستشار اللي انا بعتز بيه مستشار رئيس النادي الاستاذ يعقوب معجوب. فكرنا في اهداء تصميم درع معين يليق بسياده الفريق. هو طبعا مش قيمه سياده الفريق، ولكن هي يعني حاجه بسيطه بنعبر بيها عن مدى حبنا ومدى احترامنا للشخصيه الجميله اللي هي سبب كبير في النجاح اللي احنا فيه
شيء رائع. ويمكن الصوره دي مش من الحفله اللي فات يعني. لا، ده صوره قديمه. صوره قديمه. صوره قديمه دي كانت في حفله المتفوقين. وده برضه كان قدمنا مصحف لسياده الفريق يعني تقديرا لحضوره الحفل. حضرتك الحقيقه يعني برضه انتهز الفرصه واشكر سياده الفريق، لانه السنه دي السنه اللي فاتت 2017 كان لظروف الاحداث بتاعت 2011 وما بعدها ما كناش قادرين نعمل الحفلات المجمعه وكده، فجينا في 2017 هذا سياده الفريق وافق لنا، كرمنا 6 سنوات دراسيه. جميل. من 2012 دي فكره حلوه جدا. من 2012 لغايه 2017. كرمنا في شهر 2 2012 ل 2015 وفي شهر 9 يوم 30/9 اللي كانت الصوره اللي عدت دي فيها كرمنا 2016 و 2017. ده الصوره اللي ظاهره دي تكريم سياده الفريق واداره النادي العام للزملاء اللي خرجوا من تشكيل الجديد للنادي العام. لان حضرتك جميله. شكرا يعني. طبقا للقانون كان في حاجات معينه كده ما تنطبقش، فاضطرينا يعني في بعض زملاء خرجوا ودخل مكانهم زملاء، فالخمسه اللي خرجوا تم تكريمهم بشهادات تقدير. شيء رائع يعني، ده شيء رائع جدا. بشهاده تقدير بامضه سياده الفريق ودرع النادي العام. جميل. طيب يمكن من خلال احتفال نادي القناه الرياضي بتكريم سياده الفريق مهمه مش اجريت لقاء مع السيد يحيى المحبوب رئيس مجلس اداره نادي القناه الرياضي، هو من الشخصيات الرائعه المحبوبه جدا، وسالته مجموعه من الاسئله. هنروح دلوقتي نشوف هذا اللقاء ونعود مره ثانيه مشاهدينا الكرام. سيادة المستشار يحيى المحبوب رئيس مجلس إدارة نادي القناة، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم وبالتوفيق. كل سنة وحضرتك طيب ودايما نجم ودايما موفق دايما إن شاء الله. 2017 أعتقد إنها كانت سنة فارقة في تاريخ نادي القناة، يعني أعتقد وإحنا بنطوي أوراق هذه السنة في إنجاز تحقق بالفعل، وهو إن نادي القناة أصبح الآن نادي رياضي شامل بكل ما تعنيه هذه الكلمة. طبعا يعني احنا من بداية عملنا مع سيادة الفريق مهاب مميش، وهو نظرته في البداية للإنسان، يعني دايما عنده فكرة انك مهما اتطورت في المعدات مهما اتطورت في التكنولوجي، طالما ان الانسان نفسه اللي يقعد على المعدة ديت مش متطور ما يبقى انت بتحرس في البحر. من خلال الرؤية دي احنا ابتدينا نشتغل وابتدينا ناخد توجيهات سيادته، وكان من ضمن توجيهاته ان عشان نهتم بالانسان ويبقى في يعني حدود ومسؤوليات واضحة لكل قطاع، ان هو يلم كل الانشطة الرياضية في نادي واحد. النادي دوت يبقى هو المسؤول عن الانشطة المجمعة. رؤية تانية ان حضرتك لما تخش بابنك هيبقى في زون واحد، ان كان واحد بيلعب كاراتيه واحد بيلعب كوره واحد يلعب فوكي، ما تلفش هنا الجولف شويه وتلف هنا الضنفاش شويه، لا كله هيبقى في زون واحد، زون رياضي مؤهل معد لصناعه بطل حقيقي. يعني خدمته هو دايما بينظر لخدمه الانسان، لان الانسان هو الاساس اللي بتحول عليه كل حاجه بتطلع على كتفه، على كتف الانسان. فالسنه دي يعني لها فرصه ان ده اول نادي منتخب، اول نادي لقناة السويس تضم كل الانشطة الرياضية تحت عباءة واحدة. كان الاول القناة نادي والاسرة فيها بعض الانشطة والنادي العام في بعض الانشطة، لا هي عباية واحدة، هي عباية القناة اللي احنا كلنا تحت خيمتها عايشين يعني. والنهارده يا فندم يمكن هذه الاحتفاليه لتكريم، عشان تعتقد ان هيئه قناه السويس ايضا بتقوم بدور مجتمعي رائع، وخاصه مع العاملين في الهيئه واللي افنوا عمرهم لصالح خدمه هيئه قناه السويس. قناه السويس مؤسسه عريقه استلمها المصريين في 56 وبيأصلوا وبيرسخوا مبادئ. المبادئ دي ما بتتغيرش بتغير الرؤساء، لان دي مبادئ ثابته. لازم الناس اللي افنت حياتها واشتغلت بشرف وبامانه في مرفق قومي ومرفق حيوي زي قناه السويس، اقل حاجه ان سياده الفريق يقول له شكرا، يعني انت افنيت حياتك في مصر في جزء من مصر فيكرمه. فاحنا بنكرم نفسنا في شخص الناس اللي طالعين على المعاش. نادي القناه الرياضي في عام 2018 ليس مجرد نادي بيمثل مجموعه رائعه من العاملين في هيئه قناه السويس، ولكنه نادي ايضا تنافسي بيقدم الابطال لكل الرياضه المصريه. ويمكن الشعار اللي بيطلق
وهو الرياضة ستبدأ كرافد من روافد الرياضة المصرية. هل يستطيع نادي القناة أنه يقدم بالفعل أبطال في كل اللعبات وفي مختلف اللعبات في الفترة الجاية في 2018؟ أنا بوعد، أنا عن نفسي أنا مكلف بتكليف معين. التكليف ده لينا دور اجتماعي، دور اجتماعي ان ابني وابنك يبقى تحت مظله رياضيه، وانه بدل ما توجهاته تبقى توجهات مدمره، لا انا بحميه وبوفر له المناخ اللي فيها يبقى انسان سوي بدنيا سوي نفسيا. وفي نفس الوقت احنا عينينا على المواهب وقطاع تنافسي مهم جدا، يعني احنا مش واخدينها بنظام الهوايه، لا الجانب الرياضي احنا بنهتم بيه جدا. عاوزين نعمل قطاع بطوله بتشوفها في الهوكي بيحقق مراكز كويسه، التجديف، الشراع، اليد ان شاء الله جاي، الطايره كويسه، كرة القدم في قطاع الناشئين وكفريق اول احنا عاوزين الجانبين بيشتغلوا على التوازي مع بعض. بوفر لك جانب اجتماعي كويس جدا لابنك، لان مش بالضروره ان كل من يمارس الرياضه بطل، لكن ممارسه الرياضه في حد ذاتها دي هدف. ثم الهدف الثاني اللي بنشتغل معاه قطاع بطوله حقيقيه يتناسب مع تاريخ قناه السويس. رجعنا تاني مع حضراتكم مشاهدينا الكرام. مهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس اداره النادي العام، ايه هي الانشطه الاجتماعيه الموجوده في النادي العام اللي بتسمح بيها لابناء محافظه الاسماعيليه وليس فقط ابناء هيئه قناه السويس؟ الحقيقه هو مش الانشطه الاجتماعيه وبس، يعني هو كل الانشطه بيسمح فيها لجميع فئات المجتمع، سواء من داخل الهيئه او من خارج الهيئه. يعني على سبيل المثال لو احنا كنا بنتكلم من شويه على الرياضه، كنا بنقول عندنا ابطال وبتاع، احنا عندنا مثلا في نادي القناه اسماء عبد العال بطله العالم في كره السله. اسماء ليست بنت الهيئه، يعني هي من ابناء الاسماعيليه، وهكذا. انا بس اللي كده باسم الاسماعيلي وكان بتلعب في النادي الاسماعيلي. انا بدي مثال واحد يعني، مش كل الامثله. فحتى في الرياضه احنا بنقول في اولويه لابناء الهيئه، لكن بنكمل عليهم بمين؟ بابناء الاسماعيليه. فالدنيا مفتوحه سواء في الرياضه او في الانشطه الاجتماعيه. نوادي الهيئه بالكامل مفتوحه للجميع. النادي العام كم نادي ولا هو نادي واحد اللي في الضنفه؟ لا احنا عندنا حوالي 7 انديه. 7. احنا بنتكلم في نادي الشاطئ، نادي الجولف، الشراع، التجديف، الاجتماعي، التنس، الفروسيه. ده هنا في الاسماعيليه؟ في الاسماعيليه بس، احنا بنتكلم الاسماعيليه بس. في 7 انديه هم تابعين للنادي العام. تابعين للنادي العام. ال7 مفتوحين للجميع، يعني احنا مثلا على سبيل المثال الفروسيه مفتوحه، ومعظم المشاركين في نشاط الفروسيه مش من ابناء الاسماعيليه. يعني حتى الفريق لما كنا السنه اللي فاتت بنشترك في البطولات كان في تقريبا 2 من ابناء الهيئه، وبقيه الفريق كله من بره الهيئه. ده المستوى الرياضي. الاجتماعي يعني انا واحد من الناس مش بشتغل في الهيئه، هل من حقي ان انا ادخل نادي الشراع مثلا في اي وقت، ادخل نادي التجديف في اي وقت؟ فاحنا الانديه خاصه بالعاملين بالهيئه. ثم في عندنا البند الثاني العضو المنتسب اللي هو بيشترك من الخارج وبيبقى عضو، يعني زيه زي العضو العامل. ثم بعد كده في اللي هو في الدعوات، بنعمل دعوات لبعض الناس بيدخلوا بيها كابنيهات يدخلوا بيها النادي. ثم في تذاكر. هو بص احنا متفقين ان ده حق موظفي هيئه قناه السويس، ان ده نوع من انواع الرعايه الاجتماعيه والرياضيه والثقافيه لابناء العاملين، ولكن الناس هنا في منطقه القناه اتعودوا على ان الهيئه بتقدم خدمات زي خدمات المرتبطه بمياه الشرب هنا في مدينه الاسماعيليه، لدرجه ان بعض القرى الاسماعيليه اللي تابع للهيئه القوميه او شركه الصرف الصحي والمياه الشرب بيطالبوا ان يتم معاملتهم ماديا زي معامله ابناء الاسماعيليه، اقل في الناحيه الماديه. فعشان كده بيبقى ده العشم من ابناء الاسماعيليه، بيطلبوا دايما من الهيئه حاجات كتير يعني.
مدينه الاسماعيليه يستطيع انه يدخل اي نادي من انديه الهيئه. دي زي ما بيروح يدخل نادي المحافظه وبيدفع تيكت، برضه ممكن هيدخل نادي الهيئه ويدفع تيكت. بس ساعات يقول لي بقى لازم يبقى ليك عضويه او في عضويه. لا مش شرط، مش شرط. يعني يروح يدفع تيكت في اي وقت. زي ما بيدخل نادي المحافظه. زي الأندية كلها مفتوحة. فالنوادي كلها مفتوحه. صح. انا جبت لك كل الحالات، اما لا صح. راجل هيئه او عضو منتسب او من خارج في كابينات اللي بتطلع زي الكابينات الشرفيه والدعوه للناس يعني اللي لهم خدمات مع الهيئه، ثم التذاكر العاديه. فاي مواطن يقدر يدخل ومجرد ان هو دخل جوه النادي بيتعامل زيه زي اي حد. كل يعني داخل سوق الاكل كل حاجه، ما فيش تمييز. شاي بقرشين، هو بقرشين للكل. يعني ما في عندناش اسعار نقول ان بتاع الهيئه ياخد كوبايه الشاي مثلا ب 2 جنيه واللي بره ياخد 3 جنيه. طيب جدا، ده شيء كله بياخد. ده دخل جوه النادي خلاص، دخل بيبقى زيه زي اي حد. استاذ عماد، اول ما تم الدمج وتم ارسال الاوراق للجنه الاولمبيه والاتحادات، كان في اجتماع مهم جدا بعد انتخاب مجلس الاداره برئاسه المستشار يحيى المحجوب. تم تقسيم ادوار، فبرضه يا ريت حضرتك تقول لنا يعني ايه القرارات اللي انتم خدتوها وازاي هيتم اداره هذه المنظومه الكبيره من خلال مجلس اداره. بطلق على ده مجلس اداره محترف. ايه اللي هتعملوه؟ هو طبعا في تكليفات من سياده المستشار اللي احنا كاعضاء مجلس اداره بنحاول نقسم الالعاب اللي انضمت لنا اخيرا ديت، ويبقى في كل عضو مجلس اداره مسؤول عن مجموعه العاب تابع مشاكلها، متواجد بشكل يعني مش هقول على طول، لا متواجد بشكل يعني من الوقت للتاني يعني مع الناس، بيبقى مسؤول عن الملف ده. كل مجموعه يعني كل عضو مسؤول عن ملف او ملفين من الانشطه ديت. كان في برضو من القرارات اللي اتناقشت في المجلس التعاقدات الجديده بتاعت نادي القناه للانتقالات الشتويه، ناقشناها وعرضناها في المجلس. حضرتك ما زلت رئيس لجنه التعاقدات وعملت نجاح يعني بالمره. يعني فتره الانتقالات الشتويه نادي القناه اعلن عن كام لاعب؟ 4 لاعبين جدد استاذ علاء، يعني ممكن بعد كده نتعرض لهم ان شاء الله يعني. فكان في تكليفات ان احنا كاعضاء مجلس اداره نبقى متابعين بكسب يعني الانشطه، اي مشاكل بتقابل المقررين، اي مواضيع عايز تدخل من مجلس الاداره، بيكون العضو مجلس الاداره موجود وبيتابع وبينقل الكلام ده لمجلس الاداره. لو حاجه كبيره بياخد فيها قرار، لو موضوع عادي عضو نظري بيحله وانتهت العمليه على كده. ففي تكليفات من سياده المستشار ان احنا نبقى متابعين بقوه الانشطه الرياضيه، عشان زي ما قلت لحضرتك احنا بنحاول نصنع ابطال، بنحاول نكمل المسيره اللي ابتداها المهندس محمد عظيم والمجالس السابقه، عشان برضه ما نقدرش ننكر دورهم يعني. فده على تقريبا ديت كانت التكليفات اللي في الجلسه ديت، وكنا بنعتمد بقى قرار اللجنه الاولمبيه بتاع تشكيل مجلس الاداره الجديد، ومواضيع يعني مواضيع على هامش الجلسه يعني. يعني هل لما الالعاب دي راحت للنادي كان مصدر سعاده لمجلس الاداره على اساس انه يركز في الانديه والنادي العام، ولا برضه حسيت ان حاجه مهمه وانتوا عصرتوها وبدايتها اتخذت منكم؟ والله الاثنين. مصدر سعاده. بص حضرتك، انت اما بيبقى عندك ابن وبتربيه كده وبعدين يتاخد منك بتحس بس هو عزقنا في ده ايه؟ انه النادي العام ونادي القناه هو نادي واحد. صحيح. احنا تحت مظله هيئه قناه السويس. صحيح. ومفيش فرق بين النادي العام ونادي الاسره ونادي القناه، احنا كلنا انديه تحت مظله هيئه قناه السويس لخدمه العاملين بهيئه قناه السويس ومنطقه القناه. انما مش الاسماعيليه بس على فكره، يعني منطقه القناه. فده كان الجزء انك بذلت مجهود، وكنا السنتين اللي احنا يعني تولينا سنتين قبل ما يتجدد المجلس، وكنا بقى بدأنا نجني ثمار التعب اللي احنا ايه مظبوط تعبناه وحطيناه. فدي كانت الحته ايه يعني ان يصعب عليك ان النشاط بس هي في النهايه زي ما قلت لحضرتك احنا نادي واحد
واخوه واستاذ عماد سياده المستشار يحيى، كلنا حبايب واصحاب وزمايل، ويعني ما راحش بعيد. صحيح. صح. فدي لكن من ناحيه الراحه يعني لازم اعترف يعني النشاط الرياضي مكلف جدا، متعب. فكان صداع يعني. انا بيتهيألي كده ان كان 70-80% من وقتي ضايع في مشاكل النشاط الرياضي. فطبعا لا بقى في راحه، ده هينعكس بالايجاب بقى زي ما حضرتك قلت على النادي العام، ان احنا نركز مع الانديه ونحاول بقى نركز في تطويرها وتحسين الخدمه، لان اول تكليف احنا اتكلفنا بيه من سياده الفريق تحسين الخدمه، السعاد الاعضاء كده في كل مناسبه، اسعدوا الناس. وحتى ما قالش الاعضاء، الناس كلمه عامه لكل الناس داخل وخارج، يعني بدايه من الناس الهيئه وناس اللي بره الهيئه. والحقيقه هو يعني سيد فريق ما بيتاخرش عن اي حاجه للمحافظه او لابناء الاسماعيليه او ابناء القناه. كلمه واحده يمكن لخصت تفكير سياده الفريق لما قلت التكليف اللي قاله لكم اسعاد الناس. حاجه جميله يعني حاجه جميله، يعني اسعاد الناس. انتوا وظيفتكم انك تسعد الناس. استاذ عماد، كرة القدم دايما هي اللي بتاخد كل الاضواء، وهي اللي بتاخد كل الصرف، وهي اللي كل المشاكل وكل المشاكل مش الاضواء بس انا شايفه من خلال المجلس الاداره انتوا بتحاولوا تعدلوا ما بين كل الالعاب على قدر المساواه. صحيح. ده بياخد مجهود شويه ومعادلات صعبه، فبرضه تقول لي ازاي بتعدلوا ما بين الهوكي وما بين كره القدم، بالرغم ان كره القدم في الطموح انها تصعد وتمثل هيئه قناه السويس في الدوري الممتاز. اعتقد ده حلم كل الناس، بنسعى طبعا كلنا بنسعى. فبتوازنوا ما بين هدفكم للصعود الفريق الاول لكره القدم وايضا الحفاظ على بطولات الالعاب الرياضيه. هي طبعا كره القدم لها طبيعه خاصه يا استاذ علاء، ان حجم الانفاق فيها بيبقى اكبر بكتير نتيجه عقود اللاعبين، نتيجه مصاريف المباريات. فبطبيعه الحال والاقامه كتير يعني الموضوع موضوع احترافي دلوقتي في كره القدم. موضوع معلش مين اللي يدفع اكتر عشان يجيب اللاعب الفلاني، مين اللي يقدر يقتنص لاعب بشكل معين عشان يقدر ينجحه. فاصبح نشاط كره القدم بطبيعه الحال نشاط مكلف، ولكن جميع الانشطه حابب بس اقول نشاط كره القدم بيبقى له ميزانيه مستقله عندنا في نادي القناه لطبيعه النشاط زي ما قلت لحضرتك. بقيه الانشطه برضو لها ميزانيه تانية مستقله، ولكن احنا بنحاول زي ما انت بتقول بنحاول ان احنا نحقق المساواه في جميع الانشطه اللي بنحاول نعمله في القدم. بنحاول بنجتهد ان احنا نعمله، عشان ما اكون صريح مع حضرتك، بنجتهد ان احنا نعمله مع بقيه الانشطه. بنحاول يعني ما يبقاش في فرق كبير ما بين كره القدم في الصرف وبقيه الانشطه الثانيه. وبيعجبني الاعضاء بيحضروا كمان الانشطه الاخرى. اكيد حاجه برضو يعني زي ما بييجوا كره القدم بيروحوا هم يعني عايز اقول بس يعني اشيد بالمجلس الاداره المحترم اللي هو فعلا مجلس حابب الرياضه يا استاذ، يعني حابب مجلس بيشتغل بكل حب للنادي، مجلس حابب ان هو يصنع مجد، عايز يصنع مجد للمكان اللي هو لهيئه قناه السويس، لان احنا طبعا كلنا محبين للمكان ده، كلنا محبين ليه. فكل واحد فينا فعلا بيشتغل بحب للمكان، عايز ينجح في المكان، عايز يبدع في المكان. فده مخلي يعني الناس متواجده بشكل دائم ومتابعه، ويعني على طول متواصله مع المقررين والانشطه وكده. كان نادي الشاطئ يا فندم كان فيه تغيير للمطاعم، وكان فيه حركه خلصت خلاص الانشاءات ولا لسه؟ الانشاءات خلصت ما عدا لسه توسعه الجامع لسه بتتعمل دلوقتي. واحنا دلوقتي في مرحله التأسيس، ويعني معظم الاثاثات وصلت. فان شاء الله قريب جدا ان شاء الله هنفتتح بقى المطعم بعد تطويره، الصاله والمطبخ، مطبخ جد بالكامل. المبنى الاداري برضو اتجدد ان شاء الله. المسجد برضو عشان
كنا عايزين حاجه تليق برضه بالسيدات. كان المصلى بتاعهم الحقيقه كان ضعيف، والحمامات برضه كانت ضعيفه، فاحنا عملنا توسعه ان شاء الله يبقى على مستوى. ملعب الاسكواش اللي كان بيمتاز بنادي الشاطئ اتعمل له صيانه وشغال، والمبنى نفسه كله مبنى الاسكواش اتعمل وبيستقبل بطولات. نادي الجولف برضه بيستقبل بطولات تنس طاوله. يعني البطولات المجمعه يعني صاله تنس طاوله جميله جدا. هل بتفكر استخدام حاجات تجاريه؟ انا عارف ان في ميزانيه مستقله النادي العام، ولكن كمجلس اداره عايزين تجيبوا دخل، فهل بتفكروا تعملوا مشروعات اقتصاديه تضر بعائد لصالح تطوير الاداء؟ طبعا يعني احنا بنحاول نزود الايرادات علشان ما نطلبش دعم من الهيئه يعني بقدر الامكان. بعد نقل النشاط الرياضي بقت مبرراتنا لان احنا نطلب دعم من الهيئه يعني بقت واهيه شويه. بس ده ممكن يتحقق انكم ما تطلبوش دعم من الهيئه، يعني توصلوا لاكتفاء ذاتي كامل. انا حاطط ده هدف، وانا والزملاء في المجلس حاطين ده هدف، انه ان شاء الله نحاول السنه دي ما نطلبش دعم من الهيئه، وان احنا يعني نكفي نفسنا بنفسنا، ونحاول المرحله اللي بعد كده تحقيق ارباح. ورسوم العضويات في نادي الشاطئ ما تجيبش هذا الدخل؟ انتوا فتحتوا يعني بقى العدد كبير، يعني هل ده كان هدف ان انتوا يبقى اكبر عدد سواء من الهيئه او لا والله هي احنا مش المساله يعني المساله الماديه بتيجي في الاخر، لكن كان في الاول ضغوط كتيره جدا زي ما حضرتك قلت، ناس كتيره جدا عايزه تشتغل، كل الناس والحقيقه كنا بنحاول نقيم الوضع ونشوف الناس المناسبه ونقبلها، بحيث برضو ان احنا نحافظ على المستوى. وده اللي تم فعلا، وده اللي موجود. فكل فتره بندرس الطلبات اللي بتتقدم لنا وبناخد منها يعني المناسب يعني ان شاء الله. انا بس كنت عايز اتكلم ان حضرتك اتفقت على الخدمه المجتمعيه. احنا الحقيقه يعني كل نوادي الهيئه يعني فيها انشطه رياضيه واجتماعيه للجميع. احنا في نادي الجولف مثلا بيستضيف مثلا يوم اليتيم ده كل سنه، وعدد مظبوط كبيره، وحفلات باستمرار بتتعمل لخدمه الاعضاء، مظبوط، وبرضه اهل اسماعيليه. النادي الشاطئ كل الاحتفاليات هو اللي بيستضيفها، اخرها كان احتفاليه 6 اكتوبر. مظبوط. وانا حضرتك كنت موجود، حضرتك كنت موجود، وكان سياده المحافظ موجود، كانت وزاره الثقافه منظمه واختارت نادي الشاطئ ان هو تبقى فيها احداث كتيره جدا سواء اجتماعيه او رياضيه احنا بنستضيفها. وده دور مهم جدا. البطولات الرياضيه احنا بنستضيفها، وان شاء الله يعني هنحاول بقى بقدر الامكان في الفتره اللي جايه يبقى اللي هي نحقق بقى فعلا الرياضه للجميع، ان احنا هدف نخلي العاملين بالهيئه يمارسوا الرياضه. احنا بقى فاضيين للموضوع ده بقى خلاص. نعمل دوري 17 18 لعبه خلاص، نعمل دوري ادارات بحيث انه يعني الناس تتنشط في معظم الالعاب. جميل. باذن الله نعمل مدارس واكاديميات نقدر احنا ندعم بيها نادي القناه، يعني الناس وده يبقى احنا من ضمن مصادر تدعيم نادي القناه في الرياضات المختلفه في الموارد البشريه بقى زي ما بنقول. ده يخليني اتفاجئ بالسؤال الاستاذ عماد، ان نادي القناه مشهور عنه حتى في كره القدم بالنسبه لمجال الناشئين، من قطاع الناشئين متفوق جدا، وبيعمل لاعبين في منتخبات، بس بيشارك في دوري الجمهوريه زي اي فريق في الدوري الممتاز ومتفوق. فده بيخلي برضه في مسؤوليه كبيره ان نادي القناه ما يفقدش دوره الاساسي في كره القدم، ان هو بيطلع لاعبين منتخبات ولاعبين كبار. هو طبعا يعني احنا عندنا نمتلك قطاع ناشئين قوي جدا يا زعلاء، وانا عندي ايمان ومجلس الاداره عنده ايمان وعقيده ان اي نادي بدون قطاع ناشئين نادي ضعيف. صح. بالفعل احنا عندنا قطاع على اعلى مستوى مشاركين في بطوله الجمهوريه، عاملين نتائج هايله جدا مع معظم الفرق القويه، اهلي وزمالك وسموحه والمقاولين. مش عايز اقول لك ان هداف المجموعه او هداف البطوله من عندنا من نادي القناه. مظبوط. فلا احنا عندنا عناصر وبيمدوا الفريق الاول بمعظم اللاعبين من المكان ده. انا بوجه الشكر للكابتن علي يحيى رئيس قطاع الناشئين والعاملين معاه، اللي هو فعلا الراجل ده كابتن علي من الناس اللي هي مخلصه جدا في شغلها. عندها نظره قويه جدا للاعيبه، عندها رؤيه، عندها خطه استراتيجيه.
بالفعل احنا دلوقتي يمكن في حوالي 5 لعيبه من قطاع الناشئين بيتمرنوا مع كابتن اشرف في الفريق الاول. مش عايز اقول لك ان كابتن محمد صادق ده اللي احنا لا ده احنا هنقول بقى بهاء ومحمد صادق ومحمود لا انا اقول محمود عبد العزيز ومحمد صادق دول ولاد النادي للامانه. انما الكابتن بهاء ده كان جاي لنا من انبي بس انما لمع في نادي القناه. فعايز اقول ان نادي القناه عنده قطاع قوي، قطاع منافس، ومع ذلك برضو كنتوا شطار وقدرتوا تجيبوا لاعبين متفوقين. بالظبط. مين بقى يعني نكشف عنه؟ هم طبعا في 4 لاعبين الحمد لله تم التعاقد معاهم في الانتقالات الشتويه، وهم بالفعل النهارده معانا في التمرين. في اللاعب عمر فتحي محمد علي، ده وسط مهاجم جبناه من نجوم المستقبل، وده لاعب هايل جدا، يعني لاعب هيبقى ان شاء الله اضافه للفريق. وفي لاعب محمد محسن يوسف جبناه من الرجاء، برضه لاعب وسط مدافع ولاعب للاسماعيلي حضرتك، ومن اللاعبين المتميزين فعلا. في باك رايت جبناه من غزل المحله اسمه احمد جمال، ده برضه حاجه لاعب دوري ممتاز مع الشرطه ومع الداخليه. في كابتن محمد رفاعي قويه، ده برضه جاي كان لاعب في المصري دوري ممتاز. فانا شايف ان الحمد لله رب العالمين ان احنا كنا موفقين جدا في انا عايز اقول ان نادي القناه ما بيدفعش، يعني الناس تقول ايه ده جايبينه ودفعوا، لا الفلوس زي اي نادي، ولكن نادي القناه ملتقى لكل اللاعبين وعارفين في استقرار. صحيح. فبالتالي وبعدين في لائحه حاسمه، واللائحه بتتيح ايه المكافآت اللي بياخدها، ما فيهاش كلام كتير. فبالتالي اللعيب بيفضل دايما نادي القناه لو جاله عرض من اي. لا ده حقيقه فعلا. مش عايز اقول لك في ال4 دول يعني كان في لاعب جاله فرقه دوري ممتاز وهو يعني رفض وقرر انه يكون موجود معانا لانه عارف. معتصم سالم كان جاي في الممتاز، والاغا يعني الاثنين كانوا جايين في الممتاز، وفضلوا نادي القناه عشان زي حضرتك بتقول ميزه انديه الهيئه عموما ان هي لها سمعه طيبه. مفيش لاعب بيلعب في الهيئه وما بياخدش حقه. ده حقيقة فعلا. مظبوط. فزي ما حضرتك قلت فعلا في بعض اللعيبه بيفضل ان هو يلعب في الهيئه لانه ضامن حقه ويسيب مكافآت الفوز للفريق الاول تاني يوم، يعني تاني يوم بيصرفوها، دي مش موجوده في بعض انديه الممتاز. ده حقيقة. فهو ده اللي بيخلي اللعيب حابب دايما ناديه. عايز اضيف برضه حته الناشئين مش مجرد في كره القدم بس، في كل الالعاب احنا عندنا فعلا قطاع ناشئين قطاع قوي جدا. قطاع قوي صحيح. يعني ندي مثال بس بلعبه واحده زي الرمايه. ايوه. احنا الرمايه ابطال في الناشئين وفي الدارتس ابطال مصر الناشئين كلهم بتوعنا يعني الحمد لله. المهندس محمد عبد العظيم انت عملت دور كبير جدا رائع، وسلمتهم رايه مرتفعه دائما، وسلمتهم مجموعه العاب متفوقه وهم قد المسؤوليه وهم قدها طبعا. وهناك التوفيق في مأموريتك كرئيس مجلس اداره النادي العام، كل الامور بالتوفيق. مجلس اداره نادي القناه الاستاذ عماد الخراجي، المجلس المحترم اللي تحملتم الامانه واستلمتم رايه خفاقه حتى تستمر المرتفعه إن شاء الله. وانا عارف انتوا عملتوا اجراءات كثيره جدا عشان هذه الالعاب تتفوق اكثر واكثر باذن الله، بجانب كره القدم مع شقه الجماهير ان نادي القناه كل الناس تشوفه في الممتاز باذن الله. طبعا طموح وهدف نسعى له كلنا كمجلس اداره وطموح مشروع. صحيح يعني. كل الشكر والتقدير استاذ عماد الخراجي نائب رئيس مجلس اداره نادي القناه الرياضي. شكرا جزيلا المهندس محمد عبد العزيز. اتمنى لكم ده كان كل ما لدينا النهارده مشاهدينا الكرام، على امل بلقاء اخر جديد باذن الله قبل هذا الموعد بحوالي ساعتين في الاسبوع المقبل. تقبلوا تحياتي وتحيات مجموعه العمل. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.